طب يا جماعة، أنا شفت فيديو للطيفة الدربي اللي هي زوجة حاكم سوريا، وكانت متأثرة جدا، تقريبا هتعيط. هتعيط ليه؟ كانت بتشكر الشعب التركي على استضافته للشعب السوري، وازاي الدم اختلط بالدم، وازاي عملوهم، وازاي يعني والله زي ما بقول لكم كده، ما تستغربوش. فأنا استغربت جدا، ايه ده؟ بتشكر الشعب التركي اللي عاملهم زي المساجين، حطهم في أقفاص وخيام، وعاملهم معاملة، أنا آسفة يعني، معاملة العبيد. يعني استغربت. تعالوا نشوف الفيديو كده يا جماعة. إن ما يجمعنا بتركيا أكبر من أن يحصر، وأن شعب سوريا وقيادتها لن ينسيا للقيادة والشعب التركي معروفهم باستقبال واستضافة ملايين السوريين الذين درس أبناؤهم في المدارس أو في مدارس تركيا وتعلموا لغتها، وصارت لهم ذكريات وصداقات، واختلط الدم بالدم. الدم اختلط بالدم، الدم اختلط بالدم. يعني هو انت عندك دم؟ هو انت عندك دم؟ اسمحوا لي بقى في الفيديو ده يعني امسح بيها الارض شويه. هو حضرتك كان دورك ايه في معسكرات داعش؟ كنت بتعملي ايه هناك؟ على فكره، انت لو شكرتي فينا يبقى في حاجه غلط، يبقى احنا فينا حاجه غلط. الحمد لله ان انت ما شكرتيش فينا خالص، والحمد لله ان انت ما جبتيش سيره شعبك اللي عايش في مصر بقاله 14 سنه ولسه عايش. امتلك اراضي وبيوت وعملوا مشاريع. المصريين كانوا بيسيبوا المحلات المصريه ويخشوا السوريه. عاشوا عندنا مش بشعارات، عاشوا عندنا بكرامه. طب يا اللي ما عندكيش دم، كنت تفتكرينا حتى بكوبايه شاي، بكوبايه شاي كنت تفتكرينا. بس إذا كان رب البيت بالدف ضارب فما شيمة أهل البيت. يعني إذا كان جوزك طلع قبل كده بتصريحات مسيئة على قناة الجزيرة ضد السيسي وضد الجيش اللي اتهموا بالعمالة، وقال علينا ما ليس فينا، يعني هنبقى منتظرين منك إيه؟ هنبقى منتظرين منك أنت إيه؟ أكيد مش منتظرين أي خير. وبعدين طالما الأتراك اللي حطوكوا زي المساجين في أقفاص وفي خيام، وبتقولي عليهم انهم عاملوكوا كويس، ليه ما بتجيش ترجعي تاخدي شعبك؟ ليه ما بتنادوش شعبك؟ ليه ما بتاخديهوش؟ ليه ما بتاخديش الشعب السوري من مصر؟ ليه؟ ومستغربة برضو الإخوة السوريين ليه مش بيردوا عليها؟ ليه مش بيردوا عليها؟ وروها انتوا عشتوا بكرامة فين وبعزة فين. انتوا في بلدنا، مع احترامي ليكم، امتلكتوا مش بس الأراضي والبيوت، انتوا شاركتونا في أكلنا وفي شربنا ومسكننا ومدارس ولادنا. ففي ايه تاني؟ في ايه تاني كنا المفروض نعمله وما عملناهوش؟ يعني حقيقي بجد بجد حاجة، يعني حاجة تحرق الدم. يعني مش عارفة أقول ايه. حضرتك ما عندكيش دم، عشان انت لو عندك دم كنت افتكرت اللي مصر عملته، ومش بس مع السوريين، مع جميع الدول العربية. بس ده طبعكم، ده طبعكم. انت عارفة في المخيمات التركية اللي كانوا عاملينها لكم كنتوا بتتعاملوا ازاي، وكان بيحصل ايه هناك، وكان بيحصل ايه هناك. ليه البجاحة دي؟ ليه البجاحة دي؟ بس فعلا ان طلع العيب من اهل العيب ما يبقاش عيب حقيقي. وجوزك سبق واتكلم في حق مصر، هنبقى منتظرين منك انت ايه؟ يعني اذا كان هو غلط في الشعب المصري قبل كده وفي الرئيس وفي الجيش وفي كل حاجه، يبقى هنستنى منك انت ايه؟ بس انت محدش هياخد على كلامك. عارفه ليه؟ عشان انت واحده جاهله. انت واحده جاهله، انت مش عارفه حدود شعبك ولا بلدك، ولا عارفه حتى هو عايش فين ولا بيعمل ايه. انت الكلمتين اللي بيدوهم لك بتطلعي تقوليهم زي البغبغان وخلاص على كده، حتى ما انتش عارفه تقري صح، مش عارفه تقري صح. انت واحده جاهله. فهقول لك ايه اكتر من كده؟ وبقول لك يا جهله، انت عارفه ان تركيا احتلت شمال سوريا ولا ما تعرفيش؟ ولا انت ما بتعرفيش غير في حاجات معينه يا جهله؟ يعني بجد 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 انت ست بجحه، انت ست بجحه ووقحه.
والواحد حاول ان هو يكون متربي معاكي ومش لاقيه كلام، مش لاقيه كلام يكون بيه مؤدب. يعني ده اقل حاجه تتقالك، ان انت تبقي ست بجحه ووقحه. شعبك اللي عاش في خيام. هبص هوريكم يا جماعه، انا طول الفيديو هحط لكم كانوا بيتعاملوا ازاي، والفصل اللي كانوا موجودين فيها كان شكلها ايه، والخيام اللي كانوا فيها شكلها ايه، وماسكين عيالهم ازاي. يعني بجد حاجه في منتهى الاهانه. حاجه كنتوا في تركيا، حاجه في منتهى الاهانه. لكن شكلك كده واخده على الاهانه وواخده على التهزيء. وزي ما قلت قبل كده، انا اتمنى الشعب السوري يطلع يرد على الواقعه ديت، ويقول لها انتوا عايشين في مصر ازاي، ويعرفها انتوا عايشين في مصر ازاي. سلام.